جناح أجنبي سوبر في الأهلي، دليل جديد يفاجئ الجميع. يواصل النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد من خلال تكوين قائمة مدوية. يطلب كولر من إدارة النادي الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع جناح أجنبي سوبر يملك مواصفات فنية خاصة وقدرة على المشاركة أيضا تحت رأس الحربة حسب ظروف وطريقة لعب المارد الأحمر. وطلب مارسيل كولر من إدارة النادي الأهلي التحرك نحو ترشيح مجموعة من العناصر لعرضها عليه في الفترة الماضية من أجل اختيار أفضلها للتواجد في الفريق. ويأتي طلب كولر بعد ساعات من قيام إدارة فريق الخلود السعودي بالتفاوض مع النادي الأهلي، وذلك من أجل بحث إمكانية شراء عقد المحترف الجنوب أفريقي بيرسي تاو في فترة الانتقالات الصيفية. ولا يمانع مارسيل كولر خطوة بيع عقد بيرسي تاو في الفترة المقبلة في ظل تراجع بصمات اللاعب مع الفريق الأحمر، في الوقت الذي ترى خلاله الإدارة الحمراء أن المحترف الجنوب